إنك لله يا ميدو أنت وفتوح تلفتوا أمل النادي حتى النسوان. حكاية صياطة. أقول لك إيه الحكاية بس لايكك الرايق ومنتك الجميل وصلي على النبي وشير كتير عشان الفيديو دوت فيه ضحك للركب. يلا بينا نسمع. ابن 100 عقبة اخوان بتزارع هيتعرض بكرة لعلقة كلنا عارفينها، لكن المهارة البرازيلية هتغلب العنف. الضحك جاي ورا اتقل. بكرة اخوان بتزارع ده هيتعمل له 100,000 حساب في أرض الملعب، وهيتعمل له 1000 حدوتة وحدوتة عشان الراجل ده يقع في الخطأ. لا، هو فاهم ده كويس جدا. بتزارع بيتخاف منه يا جماعة. خاف يا عيد. يمي يمي يمي. لا هم جيت الحق، احنا مرعوبين من بزيرة. انا مش عارف انام النهارده من بزيرة. لسه الضحك جاي ورا كمان. وهنا لو مطمن وعارف ان انا اللاعب ده مش محتاج ان انا امسكه ومش محتاج ان انا اضغط عليه ومش محتاج ان عشان انا مش هبقى خايف منه، لكن انا خايف منه، انا خايف يفلت مني فيعمل لي كارثه. الحشيش تمام حاجه عايله قوي يا معلم. هي تمام كده زي الفل، ما تديهاش تاني، هي كده 10 على 10. نكمل بقى الضحك. يعني لما اجي اشوف واحد زي نيمار، هل انا واحد زي نيمار وميسي اعاقبهم على امكانياتهم ومهاراتهم؟ لا، بل بالعكس احافظ عليهم. وهنا بقى ده اللي مطلوب، ان يتم الحفاظ على اخوان بتزيرع. ولكن بقول لحكامنا قليل من الانصاف لبتزيرع، وجود بتزيرع اضافه للدوري المصري، حافظوا عليه يا جماعه. هنا طبعا يعني بهدلة المنطق. بزيرة سوته بميسي ونيمار، فهي بتطالب بقى حكام بكره يا جماعه حافظوا على بزيرة، يا جماعه نداء مني انا بقى لعيبه الاهلي، يا جماعه حافظوا على بزيرة، محدش يجي جنبه. يا لعيبه يا كابتن بيبو خلي اللعيبه ما تجيش ناحيه بزيرة، يعني خلي اللعيبه بعيد عن بزيرة علشان ده ثروه قوميه ولازم نحافظ عليها. يعني انا مش عارف اقول ايه. يعني انا من اول ما شفت الفيديو ده عمال اضحك ضحك هستيري، يعني مش عارف ايه ده. يعني ايه الدماغ دي؟ ميدو فتوح منكم لله تلفتوا امل النادي حتى النسوان. يعني مش عارف في ايه اللي حصل في قناه الزمالك واعلاميين الزمالك، انا مش عارف في ايه. قدرة قادر بزيرة بقى ميسي ونيمار، وبتطالب الحكام عشان نحافظوا عليه عشان هو ثروه قوميه. بس كده هسيبك تضحك بقى براحتك، ولو عجبك الفيديو تعملوا لايك وصل على في الكومنتات وشير كتير عشان صوتنا يوصل لكل مكان، واللي مش متابعني يتابعني، واللي ما بيحطش لايك حط لايك عشان احنا بنتكلم باسم النادي الاهلي. سلام.